هل الشعب السويدي اجتماعي ولا هل الشعب السويدي انطوائي؟ خلينا نشوف. ايه حسني ان انا شخص مجنون يعني. شكل الواحد هيقعد هنا يكلم نفسه. السنة اللي فاتت جيت في المكان ده وصورته. أول مرة قابلت أخويا التوأم وقلت إن دي دكة الانتروفيرتس أو المتخاصمين. زي ما انتوا شايفين في القعدة دي مكانين متفرقين عن بعض وفي فصل كبير ما بينهم، ده عشان الخصوصية. لكن في نفس المنطقة لفت نظري مكان تاني، دكة الاجتماعيين. فأنا أول ما شفت المكان ده جات لي الفكرة، قلت هقعد هنا وأجرب وأشوف هل في حد هيقعد جنبي ونفتح مواضيع ونتكلم ولا لأ. زي ما انتوا شايفين البنش الأصفر ده اسمه براد بنكن. بيقول لك تعال اقعد هنا اتكلم مع حد، ممكن تساله هو عامل ايه، بيفكر في ايه، وحاولوا تلاقوا 3 حاجات مشتركه ما بينكم. اولا هو الدكه دي مش مريحه خالص، زائد ان المسند يعني رفيع جدا. بيقول لك ان الدكه دي كلفت 25,000 كورونا، وحطوا 20 دكه تقريبا في مدينه تيتوبوري، فالمشروع ده كله كلف 500,000 كورونا. طيب خلونا نتكلم عن شويه دراسات هنا في السويد، لان هنا كل يوم والتاني العلماء مش لاقيين حاجه يعملوها، وما شاء الله كل يوم بيبقى فيه دراسات عن كل حاجه. يعني ممكن تلاقي دراسة عن النملة بتاخد كام خطوة في اليوم مثلا وبتحرق كام كالوري، بس ما علينا. في دراسة بتقولك ان 700,000 شخص سويدي ملهمش صديق قريب يقدروا يتكلموا معاه بكل حرية، يتكلموا عن المشاكل بتاعتهم. فهنا الوحدة صعبة في السويد. الناس بتعدي هنا ومحسسني ان انا شخص مجنون، يعني قاعد محطة الكاميرا على الارض وبصور نفسي وبتكلم عن البراد بانكن ان هو يشجع الناس ان هم يتكلموا. في نوعين من الناس، في ناس انتروفيرت وفي ناس اكستروفيرت. اعتقد معظم بلاد اوروبا الناس تبقى ميولها اكتر تبقى انتروفيرت، خاصة بلاد شمال اوروبا. بحس ان بلاد جنوب اوروبا الناس تبقى اجتماعيين اكتر من هنا مثلا في السويد. في مصر الوضع يختلف تماما، الناس اجتماعيه جدا في مصر، بس المشكله ان هم شايفين الانتروفيرت دول فيهم حاجه غلط. للاسف الناس الانتروفيرت في مصر بيتعرضوا للتنمر اكتر. انا شايف ان كل واحد ليه طاقه اجتماعيه معينه، ومش كل واحد يقدر يبقى اجتماعي في اي وقت. ففي ناس تبقى ما بين الاثنين، في ناس تبقى ميكس ما بين الانتروفيرت والاكستروفيرت. انتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ شكل الواحد هيقعد هنا يكلم نفسه. اتكلم اخويا التوأم، ممكن استضيفه برضه في مره نتكلم مع بعض. هو يا اما انا جاي في وقت غلط، يا اما الناس مش فاضيه مش عايزه تتكلم معايا، الله اعلم. وبعد 20 دقيقه اقدر اقول لكم ان مفيش حد قاعد جنبي، بس خلونا نروح مكان تاني ونشوف مكان يمكن يبقى فيه ناس اكتر. طيب انا جيت مكان تاني دلوقتي، حديقه كبيره هنا في مدينه تيتوبوري، فهنجرب الدكه هنا ونشوف في حركه اكتر، في ناس اكتر، في اطفال، في كبار في السن. بيقول لك ان نص البيوت هنا في السويد معظم الناس ساكنين لوحدهم، يعني 50% من الشعب ساكن في بيت لحاله. فتخيلوا لو الناس دي كلها ارتبطت واتجوزت هيحلوا مشكله السكن هنا في السويد. ايه det är okej om jag filmar? Gör det, får du gärna filma. Okej. Jag har alltid funderat över de här bänkarna. Det är rätt trevligt, man kan få igång folk. Ja, faktiskt det behövs. Ja. Ja. Jag tänkte testa och se om jag sitter en stund kommer någon sätta sig bredvid mig eller inte. Det är en fråga. Det vet man aldrig. Nej, ibland kan det dröja länge. Ja, ha det så gott. Detsamma. Ja, hej då. Det är så fint väder idag. Alltså det är det. Ja, det är inte. Ska vi prata? Ja. Vill ni prata om något? Är det okej om jag filmar? Ja. Alltså. Oh my god! Vi är på utflykt här med klassen. Okej, kul. Alltså fint väder. Det är verkligen det. Ja, det är sommarväder. Alltså det värmer mitt hjärta. Man får passa på när det är fint ute. Ja, det får man. Man har längtat hela vintern. Kallt och man fryser hela tiden. Ja. Visst. Ja. Nu mår vi jättebra när Ja, jag mår jättebra också. Strålar. Ja. Ja, exakt. Vilken klass går ni? Vi går i 6:an. Oj, Så vi är 12. det var länge sedan jag gick i 6:an. Ja, vad hände då? Vi gick också på utflykter ibland och så. Det kanske är lite annorlunda generation. Vi hade inte iPhones, vi hade inte smartphones. Erkänn! De ljuger om att de har lämnat in sina telefoner, men det har de inte. طب والله يا شباب، يعني ما كملتش 10 دقايق لقيت راجل قاعد جنبي، اتكلمت معاه شويه، وبعد كده لقيت برضو بنتين اتكلمنا معاهم شويه عن حاجات عامه كده والمدرسه. اجواء جميله جدا هنا في سلوسكوجن. فهو معروف ان الشعب السويدي شعب مش اجتماعي، لكن في منهم اجتماعيين وبيحبوا يتكلموا، فبتختلف من شخص لشخص. لكن لو بصينا بشكل عام معظم الناس مش اجتماعيين. هنا كل واحد عايش في البابل بتاعته، كل واحد في حاله، محدش بيتدخل في امور حد.
فده شيء جميل جدا، لكن في نفس الوقت الواحد محتاج برضو يتكلم ناس، يفضفض معاهم. فاختراع البراد بانك ده برضو ممكن يكون اختراع كويس للناس اللي حابة تقابل ناس جديدة، تكلم ناس جديدة، يعني مش وحش والله. بس كده، ودي كانت تجربة البراد بانك او التوك بنش. اتمنى الفيديو ده عجبكم. لو حابين تشوفوا الجزء الثاني ممكن انزل اصور ونحاول نقابل ناس جديدة نتكلم معاهم في مواضيع مختلفة. ما تنسوش بقى سبسكرايب ولايك والكلام ده. سلام.